السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. مرحبا يا أصدقاء مع فقرة جديدة من فقرة ينبوع الواحة، وموضوع مهم جدا ألا وهو الأكل الصحي، إن الأكل الصحي ضروري جدا لنا، وبالذات لمن هو في أعمارنا. ففي هذا العمر نحتاج إلى بناء الجسم، وهذا البناء لا بد له من طعام صحي ومفيد، لذا لا بد من المحافظة على الأكل الصحي، لأن هذا ما يجعل أجسامنا قوية وصحية. فعندما نأكل الخضروات والفواكه نحصل على فيتامينات مهمة. أيضا الحليب والجبن يساعدنا في بناء عظام قوية، ولا ننسى اللحوم البيضاء والحمراء والبيض، فهي تعطينا طاقة للعب والعمل معا. والأهم من ذلك يجب أن نشرب الماء، فشربه خلال اليوم يفيد الجسم. كما أن من المهم أن نقلل من أكل الحلويات، ونقلل أيضا من المأكولات الضارة، وهي التي تحتوي على المواد الكيميائية أو التي تحتوي على المواد الحافظة، حيث أن لها تأثيرات مضرة على أجسامنا. لكن الأكل الصحي يجعلنا نشعر بالسعادة والنشاط، وعندما نأكل جيدا يجعلنا ذلك أقل عرضة للأمراض، وقد علمتنا أمهاتنا أن نغسل أيدينا جيدا، وذلك قبل الأكل، وأن نختار طعاما نظيفا، وأن نغسل أيدينا بعد الأكل. ختاما بالأكل الصحي نحافظ على أجسادنا صحية، ونساعدها على النمو بصورة صحية. إلى أن نلقاكم في موضوع جديد، في أمان الله. والآن يا أصدقاء هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. هل تعلم أن التعليم مجاني في إريتريا حتى في المرحلة الثانوية، حيث يمكنك أن تدرس المرحلة قبل الابتدائية ثم الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية، وبعدها لك الحرية في اختيار الكليات. أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة مع حكايات جحا. عنوان حكايتنا لهذا اليوم هو الحمار الكاتب. بعدما تعلم حمار تيمور لينك القراءة كما توهم ذلك، أعطى لجحا جائزة كبيرة، ثم وعده بمبلغ كبير إذا علمه الكتابة، وإلا قطع رأسه. فقال له جحا: وكم تدفع لي إذا علمته الكتابة؟ فقال: 1000 درهم. فقال جحا: أنا موافق على ذلك، ولكن لدي شرط، وهو أن أخذ نصف المبلغ الآن، والنصف الثاني بعدما يتعلم الحمار الكتابة. فوافق تيمور وأعطاه 500 درهم، ثم سأله: متى يكون اختبار الحمار في الكتابة؟
فقال جحا: بعد 10 سنوات. فقال تيمور: ولكن هذا كثير. فقال جحا: ولكن يا مولاي هذا أقل وقت ممكن ليمسك القلم ويكتب. فوافق تيمور على الفور. فلما خرج جحا قال له الناس: أأنت مجنون؟ لقد حكمت على نفسك بالإعدام، فهل يعقل أن يكتب الحمار؟ فأجابهم جحا ساخرا: يا بلهاء، بعد 10 سنين إما أن أكون أنا مت، أو مات تيمور، أو مات الحمار. هذه الفقرة للأصدقاء الصغار، فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. مرحبا أصدقائي الصغار، سنتعلم اليوم حرف العين. الحركات. هيا رددوا معي. بالفتحة. تنطق. بالضمة. تنطق. أو. بالكسرة. تنطق. أي. والآن مع الأمثلة والكلمات. ما هذه الصورة يا أصدقاء؟ عسل. وماذا عن هذا؟ عصفور. وماذا عن هذا؟ عنب. ختاماً أصدقائي، ما رأيكم أن نقرأ قصة كاملة؟ عصام يحب القراءة. ذهب عصام إلى المكتبة. قرأ عصام كتاباً عن الحشرات والطير. في العش عصفور كبير يطعم عصفور صغير. كان هذا حرفنا لليوم يا أصدقاء، إلى أن نلتقي مع حرف جديد. إلى اللقاء. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف، مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. مرحبا يا أصدقائي، كما شاهدنا كان هذا حرف العين. والآن مع صديقاي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. والآن مع مسابقة جديدة وحرف جديد، ألا وهو حرف العين. ننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكم أن تعطياني اسم بنت يبدأ بحرف العين. تفضل يا محمد. عائشة. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ علا. أحسنت، إجابتكما صحيحة. السؤال الثاني: أريد منكما أن تعطياني اسم جماد يبدأ بحرف العين. تفضل يا محمد. علبة. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا محمد علي؟ أجل. تفضل. علاقة. أحسنت، إجابة صحيحة. السؤال الثالث: أريد منكما أن تعطياني اسم بلد أو مدينة تبدأ بحرف العين. تفضل يا محمد. عراق. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ أجل. تفضل. عمان. أحسنت، إجابتكما صحيحة. السؤال الرابع: أريد منكما تعطياني اسم نبات تبدأ بحرف العين. تفضل يا محمد. عنب. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ لا. لا بأس. السؤال الخامس والأخير: أريد منكما تعطياني اسم ولد يبدأ بحرف العين.
تفضل يا محمد. عثمان. أحسن، إجابة صحيحة. هل لديك جواب أخرى يا علي؟ أجل هو اسمي. إجابة صحيحة. وإلى هنا يا أصدقائي تنتهي فقرتنا هذا اليوم. نأمل أن نلقاكم في حلقة جديدة وفقرة جديدة ومسابقة جديدة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء فلنستمع إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقاء؟ عدنا لكم بحلقة جديدة من قصص الأنبياء، حيث توقفنا عندما عرف يوسف إخوانه وهم كانوا له منكرون، وكلمهم يوسف وقال لهم: من أين أنتم؟ قالوا: من كنعان. فقال يوسف: من أبوكم؟ قالوا: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. فقال: هل لكم أخ آخر؟ قالوا: نعم، لدينا أخ آخر اسمه بنيامين. فقال: لماذا لم يأتي معكم؟ لأن والدنا لا يحب أن يتركه ولا يحب أن يبعد عنه. قال: لأي شيء لا يتركه؟ هل هو ولد صغير؟ قالوا: لا، ولكن كان له أخ اسمه يوسف، ذهب معنا مرة وذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وضحك يوسف في نفسه ولكن لم يقل أي شيء. واشتاق يوسف إلى أخيه بنيامين، وأراد الله أن يمتحن يعقوب مرة أخرى، فأمر لهم يوسف بالطعام وقال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ولا تجدون طعاما إذا لم تأتوا به. وأمر يوسف بمالهم فوضع في متاعهم. فماذا فعل إخوة يوسف؟ وماذا قال سيدنا يعقوب؟ هذا ما سوف تعرفونه في الحلقة القادمة. والسلام عليكم. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة وحكمة جديدة. عنوان حكمتنا لهذا اليوم هو: استخدم وقتك بحكمة فكل لحظة ثمينة. والآن فلنستمع إلى رأي صديقنا عبد الوهاب. أنا رأيي أنه هذا ما أضيع وقتي في الدراسة، يعني أروح أدرس وكمان أصلي. أي لحظة في الحياة هذه مهمة. هذا هو رأيي. بارك الله فيك يا عبد الوهاب. والآن فلنستمع إلى رأي صديقنا محمد. رأيي في هذه الحكمة إنه نحن الحين نحسب إنه هذا الوقت ما يهم، بس في ناس مثلا في غزة كل الناس الحين قاعد يموتون، فهم يتمنون أن يعيشون بس لحظة واحدة مع عائلتهم أو مع أصدقائهم، فنحن لازم نقدر كل ثمن هنا ونعيش حياتنا. شكرا لك يا محمد. والآن فلنستمع إلى رأي صديقنا علي. كل لحظة في هذه الحياة مهمة، ومن أهمها أن نكون ملتزمين بالصلاة بدل ما نضيع وقتنا على منصات السوشيال ميديا نقرأ قرآن أو نستفيد من هذا الزمن، فهذا الزمن مهم جدا. شكرا لك يا علي. أعزائنا المشاهدين، كانت هذه حكمتنا لهذا اليوم، وكانت هذه آراء أصدقائنا الأعزاء. شكرا لكم لإعطائنا وقتكم واستماعكم لنا. بارك الله فيكم وحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.
يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. هيا بسرعة، اسحبوا. كان شد السلاسل وإرخاؤها حدثاً هاماً في المدينة، فهو يعني دخول سفينة محملة بالبضائع، لأن الخليج كان الطريق الوحيد لدخول القسطنطينية بعد أن فتح العثمانيون بلاد الصرب والبلغار. إنهم قادمون قادمون. هيا كل إلى مكانه الاعتيادي. تحركوا. وقف جنود بيزنطة على أبراج القسطنطينية يراقبون بوجل الزحف الكبير الذي يتقدم بهدوء وثبات من كل الجهات. يا فتح القسطنطينية يا بشرى جاءت نبوية، رايات الحق غدا تعلو وتزول طغاة الوثنية. يا فتح القسطنطينية يا بشرى جاءت نبوية. إنهم قادمون وبأعداد رهيبة يا مولاي. لقد جمع السلطان محمد كل طاقاته للهجوم يا مولاي. لا تتكلم هكذا، أنا لم أرك ضعيفا من قبل. مولاي الإمبراطور، لا تظن أنني أشعر بالخوف. أنا واثق بأنهم ضعفاء أمام هذه الأسوار الضخمة مهما بلغ عددهم. نحن أقوياء. نعم صدقت، فلن يصمدوا أمام أسوارنا المنيعة. بقيادة حر قد عدل وبجيش لا يخشى الأجل، سنحقق بشرى أحمدنا ونحقق بالعدل الأمل. بقيادة حر قد عدل وبجيش لا يخشى الأجل، سنحقق بشرى أحمدنا ونحقق بالعدل. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام. أعلمني أيها القائد بما رأيت من استعدادات الجند. اطمئن أيها السلطان، فقلوب العدو واجفة وجيشك ثابت الجنان، متحفز للقتال في أي لحظة ترونها مناسبة لبدء المعركة المصيرية. أحكمنا الحصار يا سيدي. حسنا، لا يستطيع أحد كائن من كان الدخول إلى القسطنطينية أو الخروج منها دون إذننا نحن فقط. فلننذرهم، سندعوهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب، وسنرى هل ستنفجر الحرب بيننا أو لا. ستنفجر دون شك. أدعو الله أن يفتحها علينا دون قتال، فإن كتب علينا القتال فنحن من المقاتلين. سمعا وطاعة.
أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم؟ وصديقنا عمر، هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا، هيا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء مع فقرة لغز اليوم. وأما عن إجابة لغز الماضي فكانت الهواء، وكانت إجاباتكم صحيحة. أما عن لغزنا لهذا اليوم، ما هو الشيء الذي يلزمك دائما ولكن إذا أضيء المكان اختفى؟ أرسلوا لنا إجاباتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع مهم جدا ألا وهو الأكل الصحي. لأن هذا ما يجعل أجسامنا قوية وصحية. فهي تعطينا طاقة للعمل واللعب معا. فشربه خلال اليوم يفيد الجسم. والله الفكرة كانت في راسي حلوة بس التطبيق خايس. أو ولا تجدون طعاما إلا إذا تأتوا به. ايش تأتوا؟ أدري قاعد. اللقاء.